السلام عليكم أيها الأصدقاء. 3 أخطاء بيقع فيها مصمم الجرافيك المبتدئ وممكن تدمر مستقبله وما تخليهوش يوصل لحاجة ولا يلاقي شغل مهما حاول وجاهد. جهز المشروب الجميل بتاعك واسمح لي هاخد من وقتك 3 دقايق بس علشان ما تقعش في الأخطاء دي وتتجنبها، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويوصل كل واحد لحلمه وهدفه. قبل ما نبدأ احنا بنجتهد علشان نفيدكم بمعلومات قيمة، فساعدنا نكبر القناة واشترك في القناة وفعل الجرس على كل الإشعارات، وما تنساش اللايك الجميل وقول لنا رأيك في معلومات النهاردة في تعليق. الخطأ الأول: كتير من الناس بتتعلم جرافيك ديزاين وبمجرد ما يتعلموا الأساسيات يبدأوا يعتمدوا على عقولهم في إنشاء تصميمات احترافية، ويتفاجئوا بأنهم ما عندهمش أي أفكار. في اللحظة دي بتتدمر نفسيتهم ويكرهوا المجال ويحكموا على نفسهم بالفشل أو الغباء. طب استنى كده بالراحة نفهم المشكلة إيه أساسها وبعدها احكم على نفسك هل أنت بالفعل فاشل وغبي ولا لا. في أي مهارة أنت بتتعلمها علشان تبدأ تنشئ حاجة من دماغك لازم يكون عندك حاجة اسمها الخبرات المخزنة. ودي بتيجي من فين؟ دي بتيجي من تعلم الأساسيات مع تقليد التصميمات الاحترافية والتغذية البصرية، اللي هو أنا أتفرج على فيديوهات لتصميمات احترافية أو صور تصميمات وأفهم الفكرة اللي فيها، وبعد فترة هتلاقي نفسك محترف وبتشتغل شغل وبتعمل تصميمات احترافية بشكل كبير وما كنتش متوقع انك تعملها في يوم من الايام. علشان كده ما تعتمدش على عقلك في البداية انه يكون هو الاول والاخير في التصميم بتاعك. أما الخطأ الثاني فهو المبتدئ بيتعلم فوتوشوب ويعتمد عليه في كل شغله، شغل اندور ماشي، شغل اوت دور ما يضرش، شغل طباعة، لوجوهات سوشيال ميديا، مجلات، كتب، كل حاجة بيعتمد على الفوتوشوب اعتماد كبير، وده خطأ كبير جدا. طب فكرت ليه أدوبي عاملة أكتر من 22 برنامج لما ينفع إنك تعتمد على برنامج واحد بس في كل حاجة؟ بص يا صديقي، الشغل اللي فيه صور وتصميمات زي تصميمات السوشيال ميديا ومعالجة الصور والدمج دي فوتوشوب. أما الشغل اللي فيه رسم وفيكتور زي اللوجوهات ده بيشتغلوا على الإليستريتور. معاك المجلات والكتب والمذكرات دي بنستخدم فيها انديزاين. كل برنامج من مجموعة أدوبي ليه شغله ومتميز فيه. بعد كده معنا الخطأ الثالث اللي هو بيقع فيه مصمم الجرافيك المبتدئ. بعد تعلم الأساسيات عايز ينزل يشتغل على طول سواء في مطبعة أو شركة أو حتى فريلانسر. يا صديقي العزيز، في البداية في أي مجال لازم تنزل فترة تدريب وتحتك بالمجال عمليا، وصدقني هتلاقي معلومات عمرك ما هتتعلمها لا في كورسات ولا في دورات. وبعد ما تاخد فترة التدريب حتى لو كانت 2 أو 3 دور على شغل براحتك كده انت جاهز للشغل. حط النصايح دي في دماغك وما تنساهاش أبدا، هتنفعك جدا، وربنا يوفقنا ويوفقكم ويوصل كل واحد لحلمه. معلش أخدتم من وقتكم شوية وأتمنى أنكم تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة. يلا خليك جدع واشترك في القناة وفعل زر الجرس على كل الإشعارات واعمل لايك وما تنساش مشاركة الفيديو علشان زمايلك في المجال يستفادوا، وما تنساش تقول لنا رأيك في الفيديو في تعليق. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.